لكن أول مرة أقول لكم على بشارة من هنا. هذه البشارة من فتاة مسلمة يدوب بلغت الحلم، لسه فتاة غضة، نشأت في طاعة الله. أعرف والدها رجل نحسبه من الصالحين، رجل لا أعلم عنه إلا أنه يتحرى في مطعمه وملبسه الحلال. الإسعاف صعب جدا تدخل يا أخوانا، الإسعاف لو حد أغمى عليه شيلوه بعد إذن حضراتكم في على يمين المنصة، على يمين قدامي هنا الإسعاف قدامي، الطبيب جاي حالا. هذه الفتاة كما قلت شابة نشأت في طاعة الله. أبوها رجل نحسبه من الصالحين، أعرفه من سنوات، وأمها أيضا نحسبها من الصالحات، أعرفها من سنوات. أعرف هذا البيت، وهو من البيوت التي يمكن أن أطعم فيها، فأنا أتحرى البيوت التي أتناول فيها طعامي. بيت كهذا. هذه الفتاة رأت رؤيا، رأتها ليلة الاثنين الماضي، ليلة الاثنين الماضي، الليلة التي كان فيها مذبحة الساجدين. تقول لي الفتاة أنها نامت قبل الفجر، فرأت الفريق عبد الفتاح السيسي. اسمعوا، اسمع اسمع اسمع. اسمع. فرأت، وهذه الرسالة أو هذه الرؤية أنا أرجو أن المخابرات الحربية والمخابرات العامة اللي بيرصدوا الآن يوصلوها للسيسي، يوصلوها لزوجة السيسي، يوصلوها لأولاد السيسي، لأنها رؤيا حق. هذه الفتاة رأت الفريق عبد الفتاح السيسي يجلس في حمام سباحة، حمام السباحة مملوء بالدم، يجلس في حمام سباحة مملوء بالدم. البنت جرت على السيسي، قالت له الحقنا الحقنا. قال لها ما تخافيش ما تخافيش، الرئيس مرسي راجع إن شاء الله. البنت بتقول له الحقنا الحقنا، قال لها ما تخافيش، الرئيس مرسي راجع إن شاء الله. قالت له امتى؟ قالت له امتى؟ قال لها لما اخد منكم شوية الدم اللي انا عاوزه، لما اخد منكم شوية الدم اللي انا عاوزه. وهو قاعد في حمام سباحة مليان دم. قالت له انت عاوز دم قد ايه؟ قال لها انت بتعرفي تعدي؟ عدي. فجأة لقت حمام السباحة اللي مليان دم، لقت الدم بيغلي وبيفور وبيغرق عبد الفتاح السيسي. صحيت من النوم. هذه رؤية.
الفتاة استيقظت من المنام، استيقظت من النوم على صوت ضرب الرصاص وعلى مذبحة الساجدين. عبد الفتاح السيسي خد مننا الدم اللي هو عاوزه، وإذا عاوز دم تاني هندي دم تاني وهنبذل دم تاني، دم مننا احنا. لكن الرئيس راجع، الرئيس راجع ان شاء الله، الدم اللي عبد الفتاح السيسي قاعد فيه، الدم اللي عبد الفتاح السيسي قاعد فيه هيغرقه وهيفضل يلعنه الى يوم القيامة ان لم يتب عن هذا الدم. ارجو ان الاجهزة اللي بتسجل توصل الرسالة لعبد الفتاح السيسي. والله ثم والله إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق، وسننتصر وستغرق دماؤنا عبد الفتاح السيسي إن لم يتب إن شاء الله.